في 5 نوفمبر فرا بتجمع الملاحظات اللي كانت كاتباها في الفترة اللي فاتت وبتقرر تكتب تقرير شامل عن تجربتها في الكوخ في الجبال. الموضوع بدأ في مايو لما راحت فرا في رحلة مع صديقتين ليهم وكلابهم. فرا مش متعودة على الحيوانات فكانت شوية محرجة قدام الكلب المسكين. لما وصلوا الكوخ أخيرا استقروا وقرروا يروحوا الحانة في القرية القريبة. فرا كانت تعبانة ففضلت قاعدة مع لين في الكوخ. كانت زهقانة وحاولت تلاعب الكلب بس الكلب عضها. فضلت طول اليوم بتعمل حاجات غريبة زي العناية بنفسها والتدخين وكل شوية بتبص للكلب بنظرات محرجة وفي الآخر راحت نامت بدري. في اليوم اللي بعده صحيت فرا لقت لينك بيبكي عند الباب. فتحت له علشان يخرج ويقضي حاجته. فرا راحت تدور جوه البيت لحد ما اكتشفت إن صحابها مش موجودين. اتوترت وبدأت تشك في إن حاجات حصلت لهم. بدأت فرا تمشي ناحية القرية ومعاها لينك قدامها وفجأة سمعت الكلب بيبكي تاني. جريت عليه ولقيته ضرب مناخيره بطريقة غريبة لكن ما كانتش شايفة السبب. بعد كده استمرت فرا في المشي ولكن الكلب رجع وراها زي ما يكون في حاجز مش شايفاه. فضلت تدفع وتحاول تروح لكن مش قادرة وكل محاولاتها فشلت. قررت ترجع تاني للكوخ. في الكوخ اكتشفت ان الحاجز ده موجود في كل حتة. حاولت تدور في المنطقة تاني لقيت مزرعة فيها ناس لكن الحاجز وقفها من ان تشوفهم. لما حاولت تتكلم معاهم مفيش صوت راح بسبب الحاجز وكانوا متجمدين في الزمن. فشلت كل محاولات التواصل معاهم. رجعت فرا للكوخ لقيت الكلب لينكس لوحده. حست ان ده الوضع الوحيد اللي هيشوفوه. وفي الليل سمعت صوت غريب. لما فتحت الباب لقيت الحاجز بقى في مدخل الكوخ كمان. فضلت تصرخ ومفيش فايدة. صحت في اليوم التاني لقيت نفسها في السرير مع لينكس وكل شيء رجع طبيعي. طلعت تتمشى وهي مش فاهمة ايه اللي حصل في اليوم ده. فكرت في صديقاتها وقررت تجيب المناظير بتاعتهم علشان تراقب المكان. لقيت ان المزارعين اللي كانت شايفاهم ماتوا وزيهم زي القرويين وابتدت تشك في أصدقائها لو كانوا نفسهم ماتوا برضه. في اللحظة دي لينكس بدأ ينبح وجري بعيد. فرا جريت وراه لحد ما لقيت الكلب جايب بقرة. في الأول كانت خايفة منها بس بعد كده قربت منها واتصدقت مع البقرة وأخدت البيض ورجعت بيه للكوخ. سمت البقرة بيلا وقالت إنها نعمة بس في نفس الوقت عبء برضه. في اليوم اللي بعده ركبت فرا عربية صديقتها وساقت على الطريق ناحية القرية على أمل إن السرعة تساعدها تعدي لحد ما شافت عربية مهجورة على الناحية التانية. فدي كانت أملها لكن للأسف الموضوع ما نجحش والعربية اتدمرت على الحاجز وكأنها مش قادرة تحس بالوجع اللي في جسمها بسبب الجرح. راحت حطت ايدها على الجدار بتتساءل عن معنى اللي بيحصل ده واستمرت في محاولاتها 10 أيام لحد ما قررت تستسلم وحست ان مفيش فايدة لدرجة انها فكرت حتى في انها تحذف نفسها لولا ان جات لها فكرة ان اصدقائها كانوا حاطين امدادات في الكوخ. فقررت تفضل على قيد الحياة علشان تشكرهم. الامدادات كانت مليانة خشب وبطاطس فقررت تحطها في الارض وتزرع البطاطس. لينكس كان حابب يساعدها. مع مرور الايام كانت فرا بتدير حياتها من خلال الساعات وكل نهار بتشطب على التاريخ في النتيجة. في 30 مايو كانت الدنيا بتمطر ففضلت تفضل جوه الكوخ وفجأة سمعت صوت غريب. جابت سكينة وراحت تشوف فين الصوت ده ولما فتحت الباب لقت قطة مبلولة ومقهورة. القطة ضمتها ليها وبقت من أصحابها وبقى عند فرا 3 حيوانات. وفي مرة قررت فرا إنها تجرب تصطاد ورغم إنها عمرها ما استخدمت سلاح ناري لما حاولت تصطاد غزالة رجع السلاح وضربها فاختفت الغزالة. وبعدها راحت تدور على الراديو بس مفيش محطات تشتغل غير واحدة فيها موسيقى ولقت خريطة وقالت تجرب تروح للوادي. لينكس كان معاها وكانوا بيمشوا ساعات لحد ما لقوا شاحنة مهجورة. حاولت فرا تقرب منها لكن لسه الحاجز كان موجود. بعد فترة طويلة من الاستكشاف لقت فرا خريطة تقدر تتبعها عشان تروح الوادي من غير ما تضطر إنها تسيب الحيوانات لفترة طويلة. وبالرغم من إنها لقت أكواخ تانية كانت كلها فاضية بس على الأقل قدرت تاخد حاجات مفيدة منها. ومع الوقت بدأت تحس بالارتباط بالطبيعة لكن كان عندها إحساس بالذنب لما حاولت تصطاد تاني علشان لحم الغزال. نومها كان صعب وكانت بتفكر إزاي إن الغزال اتدحرج من الألم قبل ما يموت. في يوم من الأيام لما كانت مش قادرة تنام بسبب عاصفة رعدية سمعت صوت من الخزنة وفتحتها لقت القطة جابت فرخ صغير أبيض فسمتها بيرل. البيرل دي بدأت صغيرة وسودة لكن مع الوقت كبرت وبقت جميلة. في اللحظة دي أدركت فرا إنها كانت قلقانة على
الحيوانات أكتر ما هي قلقانة على وضعها، وحست إنها بدلت مسؤوليات حياتها القديمة بمسؤولية جديدة لرعاية الحيوانات بتاعتها. وفي 20 يوليو كانت بتجمع التبن، وده كان مرهق جدا ليها، بس كانت دايما تنقل التبن للكوخ يوميا حتى لو كانت تعبانة، وكل يوم كانت بتراجع الحاجز اللي لسه موجود. فبدأت تدرك قد إيه البقاء على قيد الحياة صعب، وابتدت تبكي، بس في نفس الوقت ما قررتش تمسح حياتها عشان مش عايزة تسيب حيواناتها. كانت تعبانة من الاكتئاب، وقعدت أسبوعين تانيين لحد ما قدرت تطلع عايشة تاني في الغابة. لقيت فواكه على الشجر وخضار على الأرض، فابتدت تجمع أكل يكفيها طول الشتاء. دلوقتي هي وحيواناتها الأليفة بياكلوا أحسن بكتير. في يوم من الأيام فرا لقت هدوم غريبة متعلقة على شجرة، وبصت لها بخوف، لكن اكتشفت إنها كانت كابوس. الخريف المفروض يكون موسمه المفضل، بس لقت صعوبة في النوم وكوابيسها زادت وجالها دور برد، وقعدت طول اليوم تعبانة. ولحسن الحظ لينكس كان دايما موجود علشان يشجعها. فرا اتفاجئت إنه ما كانش غاضب أبدا، وغالبا كانت بتحضنه علشان تشكره على صحبته. فرا قالت إن لينكس مشي، لكنها لسه بتحس إنه معاها. ويوم 27 أكتوبر أول تلج نزل، بس ما استمرش غير كام يوم، وبعدين جت الرياح الدافية، وكان في دوشة طول الليل والنهار لدرجة إنها بقت مش قادرة تنام. والريحة استمرت 3 أيام، ولما فرا قررت تخرج لقت بيرل القطة ميتة بره، فدفنتها. بعد كده في نص الشتاء فرا شافت ثعلب جنب الجدول، كانت هتضرب عليه بالنار، لكن قررت ما تعملش كده. مش قادرة تنسى موت بيرل اللي كانت الوحيدة في الغابة اللي عندها مفهوم الصواب والخطأ. اختارت ميرسي في الكوخ، وبدأت تفرش بيلا كل يوم وتفكر فيها كأنها أخت. ولاحظت إن البقرة بقت متدورة كده وقوية، واتسألت إذا كانت حامل ولا لأ. ومع مرور الوقت ما كانش قدام فرا غير إنها تروح تصطاد تاني، وحست بقلب الغزال في إيديها وهو بينضف، وده خلى النوم صعب عليها. وفي 11 يناير لاحظت إن بيلا كان وشها عابس وكأنها بتنزف، وقعدت تراقبها طول اليوم. بالليل ساعدت بيلا تولد العجل. الشتاء عدى والعواصف التلجية كانت تقيلة، وفرا جاتها كآبة موسمية. كانت ما بتخرجش من السرير غير لما الوشق بيجبرها تخرج. كل الأفكار عن إنهاء حياتها اختفت لما افتكرت لازم تهتم بالحيوانات قد إيه. بعد الشتاء قررت فرا إنها تنقل لأحد الكباين في المروج يوم 25 مايو، وجمعت كل حيواناتها وسافرت معاهم علشان يوصلوا للبيت الجديد. لقت المراعي الجميلة وحست بأمل أكبر في المستقبل. من ساعتها وهي عايشة في سلام مع الحيوانات والنجوم والطبيعة. ذكرياتها عن الأيام دي كانت لسه طازة لدرجة إنها ما كانتش بتدون ملاحظات. لأول مرة حست بالراحة، وفي 16 أكتوبر ابتدت تكتب تاني، وكانت معظم وقتها مركزة على مضاعفة مخزونها. في 10 ديسمبر لقت ملاحظة ما كانتش فاكرة إنها كتبتها، وكتبت فيها إن الوقت بيمر بسرعة. بدأت تفكر بشكل فلسفي في حياتها وحياة الحيوانات، وفكرت في إلزام البشر والحيوانات يعيشوا حياتهم ضد إرادتهم. في يوم من الأيام شافت غراب أبيض بيطير حوالين البيت، والغربان السوداء مش مهتمة بيه. فرا كانت شايفة الغراب الأبيض جميل، وابتدت تسيب له أكل كل ما قطيعه يسيبه. مرت سنتين وفرا كانت عايشة داخل الحاجز لحد ما نسيت حياتها القديمة، وفقدت الأمل في إن الحاجز ده يختفي. في أوائل يونيو انتقلت هي وحيواناتها لبيت جديد على أمل إن التغيير يحسن مزاجها، ولسوء الحظ ما استرجعتش سحر الصيف الأولاني. وفي يوم كانت فرا ولينكس راجعين من خروجه، وفجأة لينكس سمع حاجة جنب البيت، جري بسرعة ناحية الصوت، ولما لحقت بيه فرا لقت راجل غريب مع ابن بيلا ومعاه فاس. لينكس نط علشان يوقفه، وفرا جريت على البيت علشان تجيب سلاحها، لكن للأسف كانت بطيئة، ولما خرجت لقت لينكس مات. فرا غضبت وضربت بالنار على الراجل، وبعد كده شالت لينكس علشان تدفنه. سمعت بيلا وهي حزينة علشان لقيت ابنها، ودفنت الراجل من غير أي ندم. فرا بعد كده مشيت مع بيلا والقط لبيت تاني، ورجعت شغالة على طول. ما كانش فيه حاجة تانية، كانت لوحدها مع أفكارها. في النهاية قالت فرا إنها اتخطت كل ده، وهتفضل دايما تفتكر حيواناتها وتشكرهم على استمرارها في الحياة، وإنها خلصت تقريرها في 25 فبراير لأنها ما بقتش تملك ورق تاني، وطلعت بتاكل الغراب الأبيض. وبينتهي فيلمنا هنا. سلام.